انهيار وجنون عمرو أديب بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ويشتم مرتضى منصور. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 24 وفوز الأهلي على طلائع الجيش والحفاظ على المركز الأول والوصول إلى نقطة 59، فقد خرج على الخط فورا الإعلامي عمرو أديب وقال: الأهلي بمن حضر، ما يفرقش مين معاه يلعب ومين يغيب، هاتوا أي 11 لاعب ولاعبهم بتيشيرت الأهلي، هيكسبوا أي مباراة يدخلوها. تيشيرت الأهلي يا جماعة له هيبته، وأي حد بيلبسه بيقدم 150% من مستواه. النهاردة الأهلي بيلعب قدام طلائع الجيش وغايب منه 15 لاعب، 15 لاعب، وبيكسب عادي ولا فارق معاه أي غيابات. بصراحة الفضل يرجع لمارسيل كولر، لأنه محفظ اللعيبة كويس وطور مستواهم، سواء اللي بيلعب أو اللي على الدكة. وهو قال بنفسه: أنا ما عنديش لعيبة أساسية واحتياطية، كلهم زي بعض. ده يدل على إيه؟ يدل على إنه مدرب كبير وفاهم هو بيعمل إيه، مش زي مدرب الزمالك اللي جابه مرتضى منصور الخايب وبيجرب فينا خطط مش موجودة في كرة القدم. هو ده كان رد فعل عمرو أديب بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش في الدوري المصري. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة دعما منك للقناة، وحتى يصلك منا كل جديد.